ما هو مفهوم نقطة إعادة طلب punto di riordino ROP punto di riordino ROP في إدارة المخازن واللوجستيك. نقطة إعادة طلب هي الحد الأدنى ديال السلعة اللي غير نوصلو ليه. خاصنا فورا نديرو طلبية جديدة للمزود باش ما تقاداش لنا السلعة ونوقع في مشكل توقف الخدمة. روتورا دي ستوك روتورا دي ستوك. ثانيا، كيفاش نحسبوه ببساطة؟ باش نحسبو بونتو دي ريوردينو روب كنطبقو هاد المعادلة البسيطة. روب كيساوي كونسومو giornaliero consumo giornaliero في tempo di consegna tempo di consegna الاستهلاك اليومي. شحال من حبة أو كرتونة كنزولو في النهار. مدة التوصيل، الوقت اللي كياخدو المورد باش يوصل لينا السلعة الجديدة. مثال تطبيقي: إلا كان عندنا مطعم كيستهلك 10 كرتونات ديال الحليب يوميا والمزود كيحتاج يومين باش يجيب لنا السلعة، روب كيساوي 10 في جوج كتساوي 20. نتيجة غير يبقاو عندنا 20 كرتونة في المخزن، كنديرو الطلب فورا باش يوصل في الوقت المناسب. مصطلحات إيطالية مهمة: فوكابولاريو AFM اللوجيستيكا. هما الكلمات الأساسية. الكلمات بالإيطالية المعنى بالدارجة: إدارة المخزون. عودوا معايا: gestione delle scorte gestione delle scorte. عودوا معايا في قاع الكلمات. نقطة إعادة طلب punto di riordino ROP punto di riordino ROP. مزود forniture fornitore. مدة توصيل tempo di consegna lead time tempo di consegna lead time. الاستهلاك اليومي consumo giornaliero consumo giornaliero. نفاد المخزون، تقادت السلعة. روتورا دي ستوك روتورا دي ستوك. جملة مفيدة الإيطالية. باش نتفاداو نفاد المخزون خاصنا نحسبو نقطة إعادة طلب. Per evitare la rottura di stock dobbiamo calcolare il punto di riordino. Per evitare la rottura di stock dobbiamo calcolare il punto di riordino.